السلام عليكم أخواتي. هذه سلمى كتحكي وتقول: كان في عمري 10 سنوات ملي كانت عمتي كتسكن معانا. كانت كتسكن معانا عمتي حيت كانت مريضة وما عندهاش اللي قابلها، وهي ما مزوجاش اصلا، ما كانتش مزوجة وما عندها لا ولاد لا والو. فالام ديالي قالت لها جي سكني معانا، هكا نقدر نتهلا فيك ونهتم بيك، وفي نفس الوقت تونسي معانا، ما تبقايش بوحدك. داكشي اللي كانت عمتي جالسه معانا، وكانت دائما كتعطيني التليفون ديالها كنلعب فيه. واحد النهار وانا كنلعب طلعوا لي واحد الميساجات عتبانوا لي ديال عمتي، كتهضر مع شي صحاباتها وكتشكى من الام ديالي، وكتنعت الام ديالي بشي صفات اللي انا بعدا كنشوف بانهم ما كاينينش في الام ديالي. الام ديالي كانت كتهلا فيها كتدير ليها اللي بغات، يعني ما عمرها خسرات ليها. رغم ذلك بقيتها كتعاير امي وكتقول لهم سقرامه وما مهلياش فيا. هادشي علاش بقى فيا الحال. ومشيت قلتها لامي، قلت لها امي راه عمتي راه التليفون ديالها راه كتقول لصحاباتها انك ما مهلياش فيها، وانك سقرامه، وانك يعني ما دايرش ليها داكشي اللي كتبغي، وكتوصفك بشي صفات اللي خايبه. الام ديالي ما تيقاتنيش في البدايه، ما تيقاتنيش، وانا نمشي نهز هذوك الميساجات من التليفون ديال عمتي ورسلتهم للام ديالي في التليفون ديالها، وقلت لها يلا شوفي ها هما، باش تاكدي انني ما كنكذبش عليك. هي هذيك الام ديالي ملي شافت هذاك الشيء وسمعاتو، في الحقيقه بقى فيها الحال بزاف، ومشات عند عمتي وبداو كيتخاصموا. في الحقيقه تخاصموا واحد الخصومه كبيره اللي على الاثر ديالها عمتي جمعات حوايجها ومشات في حالها، ما بقاتش كتسكن معانا. المهم انقطعت العلاقه ديالنا مع عمتي، وداز شحال من عام ما بقيناش شفنا عمتي كاع، ما بقيناش عرفنا الخبار ديالها. ومن مؤخرا سمعنا انها توفات. ماتت العمه ديالي رحمها الله. وانا دابا ندمت بزاف على داكشي، يعني كنت باقا صغيره وما ما عرفتش. والمهم كنقول انا هاد القطيعه اللي وقعت ما بين امي والعمه ديالي السبب ديالها هي انا. وما حدي كنزيد نكبر، انا دابا في عمري 18 سنه، وبما حدي كنزيد نكبر في العمر وانا الضمير ديالي كيأنبني. قلت كون سكت هذيك الساعه ونخلي العلاقه غاده. والام ديالي كان من الاحسن انها ما تعرفش باش تبقى زايده على العمل ديالها وتبقى مهرليه في عمتي. وهادشي اللي كيقول لي راسي، وما عرفتش دابا انا. المهم ندمانه والضمير ديالي كيأنبني. وانتم شنو بان لكم اخواتي؟ دابا سلمى انا نشرت هاد الحكايه، هادشي اللي وقع ليها، وبغيتكم اخواتي تخليوا ليها رايكم، واشنو كان يعني الصواب، اشنو الصواب؟ واش هادشي اللي دارت سلمى هو الصواب، ولا كان خصها تسكت، ولا خليوا لي الاراء ديالكم اخواتي في التعليقات، فضلا وليس امرا. ولا عجبكم هاد الفيديو شاركوه مع الاهل ديالكم والاحباب ديالكم لتعم الفائده. والى فيديو قادم، وما تبخلوش علي اخواتي باللايك واشتراك، فضلا وليس امرا. ودمتم في امان الله اخواتي.